السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهي مشكلة الصلع الوراثي. زي ما احنا شايفين الفرق بين الصورتين دي قبل ما المريض يتعالج معانا باستخدام الخلايا الجذعية، ودي بعد ما احنا عالجناه والأمور اتحسنت وبقت كويسة. الفرق بين الصورتين شاسع جدا زي ما احنا شايفين. المريض ده عنده حوالي 35 سنة، جيبه مشكلة صلع وراثي شديد زي ما احنا شايفين، وكان فاقد الأمل من طرق العلاج التقليدية اللي هو بيستخدمها. عايزين نقول إن موضوع الصلع الوراثي دلوقتي بيتحسن بدرجة ممتازة جدا، وفي أكتر من طريقة للعلاج. في أولا استخدام العلاجات الموضعية اللي معروفة زي الشامبوهات أو الليسونات والكريمات اللي احنا بنستخدمها، مع استخدام المينوكسيديل اللي احنا بنستخدمه بطريقة معينة، ولازم المريض يستخدمه تحت إشراف طبي عشان يوصل للنتيجة بتاعته. طب المريض بتاعنا ازاي وصل للنتيجة المبهرة دي وايه اللي احنا عملناه؟ في تقنية جديدة وممتازة جدا اسمها حقن الخلايا الجذعية، وده عبارة عن مادة بنستخدمها بنحقنها في طبقة الميزوديرم، فبالتالي بتساعد على انبات الشعر مرة تاني. زي ما احنا شايفين النتيجة فوق الممتازة. المريض ده خد معانا متابعة حوالي 3 شهور، والحمد لله تعالى بفضل الله جبنا نتائج ممتازة. طبعا علاج الشعر بياخد على الأقل 6 شهور، فدي حاجة مهمة جدا نخلي بالنا منها، لأن في ناس بعد الجلسة والتانية منتظرة إن شعرها يكبر والنتيجة تطلع معاه. لكن احنا بنأكد إن الموضوع ده بياخد وقت، لكن النتائج بتكون ممتازة جدا مرضية لجميع المرضى. حضرتك لو عندك أي استفسار بيخص الموضوع ده ابعت لنا في رسائل الصفحة، وإن شاء الله تعالى نجاوبك، والاستشارات خلال الرسائل بتكون مجانية. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، منتظر أسئلتكم، وإن شاء الله تعالى تتابعونا عشان نعرض لكم حالات جديدة ومهمة جدا. إلى اللقاء. معكم دكتور محمد جمال المصري، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة وعقم الرجال.